فيلمنا بيبتدي في قلب الصحراء في معسكر اسمه الفيلق الفرنسي، مكان اللي بيدخله بينسى اسمه وعنوانه وبيتحول لمكنة قتل ما فيهاش مشاعر. قبل ما نبدأ فيلمنا أنا أبو طه ودي قناتي ودي صفحتي، ما تنسوش تبعتولي وتقولوا لي ازيك يا أبو طه عامل ايه، ويلا بينا نخش في الفيلم. بطلنا ليون قاعد في وسط الرمل، بس قلبه مش مع العساكر، قلبه مع أخوه اللي عرف إنه تعرض لمحاولة قتل بشعة في لوس أنجلوس، وجسمه كله محروق ومحتاج يشوفه قبل ما يقابل وجه كريم. ليون بيطلب إذن عشان يروح يشوف أخوه، بس القائد بتاعه قلبه حجر، قال له أنت ملك للفيلق والموتى ملهمش زيارة. هنا ليون عروقه بدأت تنبت وقرر يعمل اللي محدش قدر يعمله قبل كده، وهو الهروب من قلب الحصن المنيع في مشهد أكشن يخليك تحبس نفسك. ليون بيواجه كتيبة كاملة وبحركات الرجلين اللي مفيش غيره بيعملها، بيطير في الهواء ويضرب ضربات بتكسر في العظم، وقدر يهرب من وسط الرصاص ويعدي حدود الصحراء لحد ما وصل لمركب شحن رايحة لأمريكا. ليون بيوصل نيويورك وهو ما معهوش ولا مليم في جيبه، تايه في مدينة عاملة زي الغابة اللي مفيش فيها رحمة، وهو ماشي بيلمح حلقة قتال شوارع غير قانونية، ناس كتير بتتجمع حوالين اتنين بيقطعوا في بعض عشان الرهانات. ليون لقى ان دي الطريقة الوحيدة عشان يجمع فلوس يوصل بيها لاخوه في لوس انجلوس. بيدخل الحلبة وهو شكله لبة ومش باين عليه ان هو مقاتل، بس اول ما الحكم بيدي الاشارة ليون بيتحول لاعصار. الخصم بيحاول يضربه، بس ليون بيعمل الفتحة الشهيرة بتاعته، وبالضربة الشهيرة بتاعته بيلف 360 درجة في الهواء وبيلبس رجليه في وش الخصم، بينيمه في ثانية ويخلي الجمهور كله يسقف بذهول. وهنا بيظهر جوه شاوع راجل عجوز غلبان بس شاطر في المراهنات، بيشم ريحة الموهبة في ليون وبيقرر يبقى المدرب بتاعه ويوصله لحد لوس أنجلوس، بس المقابل إنه يشارك في قتالات الطبقة المخملية اللي الرهانات فيها بتوصل لملايين. ليون بيوصل أخيرا للمستشفى، بس الصدمة كانت أكبر من طاقته. بيلاقي أخوه فارق الحياة ومراته وبنته الصغيرين غرقانين في الفقر والديون والتهديد من العصابات اللي كانت عايزة تخلص على أخوه. وهنا ليون بيحس بذنب بياكل في قلبه، وبيقرر إنه مش هيمشي غير لما يخلي عيلة أخوه كلها في أمان. بيخبي عليهم هويته الحقيقية وبيدعي إنه هو مجرد صديق قديم، وبيبدأ يبعت لهم فلوس من اللي بيكسبها بالدم والعرق في حلبات القتال. بس الدنيا مش بالسهولة دي، الفايلق الأجنبي ما بيسيبش حد هرب منه، وبعتوا ورا اتنين من أشرس القتلة عشان يرجعوه حي أو ميت. ومن ناحية تانية سينيسيا دي بقى الست القوية اللي بتنظم القتالات بتاعت الأغنياء، بدأت تحس إن ليون دوت منجم دهب بالنسبة لها، وقررت تحطه في مواجهة وحش بشري ما بيعرفش الرحمة اسمه أتيلا. وحش وظيفته في الحلبة مش إنه يكسب، وظيفته إنه يكسر العمود الفقري اللي قدامه. ليون دلوقتي محاصر بين نيران الماضي ونيران الحلبة، والهروب المرة دي مش محتاج عضلات بس، ده محتاج قلب أسد ما بيعرفش يتكسر. ليون بقى في موقف لا يحسد عليه. من ناحية بيشوف نظرات الانكسار في عين أرملة أخوه وبنته اليتيمة اللي مش لاقيين ياكلوا، ومن ناحية تانية حاسس بنفس الفيلق الفرنسي وراه زي دله. سينيسيا الست اللي قلبها حجر وبتدير قتالات الأكابر شمت ريحة السبوبة في ليون وعرفت إن الراجل ده عنده نقطة ضعف وهي عيلة أخوه، فبدأت تضغط عليه عشان يشارك في قتالات الموت اللي الرهانات فيها بتوصل للسما. ليون وافق مش حبا في الخناق، لكن عشان الفلوس اللي بيطلعها من دمه بيروح بيجيب بيها لبن واكل للبنت الصغيرة اللي ملهاش ذنب في سواد العالم دوت. جوه شوا المدرب بتاعه كان بيبص لليون باعجاب وخوف، كان عارف ان ليون مش مجرد بودي بيلدر بيلعب عضلات، ده مقاتل روح، والنوع ده لما بيتكسر بيكسر الدنيا معاه. اول نزال لليون في الحلبات السرية كان في جراج تحت الأرض، المكان مليان ريحة بنزين ودخان سجاير، والجمهور عبارة عن أغنياء لابسين بدل غالية جايين يتفرجوا على دم الغلابة وهو بيتصفى. الخصم كان وحش بشري، راجل ضخم بعضلات زي الصخر مشهور انه بياكل ودان منافسيه. اول ما الجرس ضرب الوحش ده نزل في ليون ضرب بالمرزب، ليون كان بيطير من خبطة للتانية والدم بدأ يغرق وشه. سينيسيا كانت واقفة وبتبتسم وهي شايفة الأسد بتاعها بيتهان، والجمهور بدأ يصرخ ويقول اقتله اقتله. في اللحظة دي ليون افتكر صورة أخوه وهو بيموت، وافتكر دموع البنت الصغيرة،
وفجأة عينه قلبت جمر في حركة ما بيعملهاش غير فان دام في عزه. ليون عمل السبليت بتاعه وفي نص الحلبة قام مديله الضربة اللي خلصت عليه، وبمنتهى الخفة لف برجليه الاتنين في الهواء ولبس كعب رجله في فك الخصم. الصوت كان عامل زي خشب وهو بيتكسر، والوحش الضخم وقع زي نخلة اتقطعت من جدرها. المكسب ده خلى اسم ليون يضرب في كل حتة، وبدأ يلم فلوس كتير. بس الفرحة ما بتكملش، العساكر اللي جايين من الفيلق الفرنسي وصلوا المدينة وبدأوا يراقبوا كل تحركاته. هم مش جايين عشان يقبضوا عليه بس، هم جايين عشان يكسروا هيبة أي حد يفكر يهرب من الفيلق. وفي نفس الوقت أرملة أخوه بدأت تشك في الراجل اللي كل شوية يظهر ويختفي ويسيب لهم فلوس. ولما عرفت إن هو ليون اللي هرب من الجيش عشانهم، خافت عليه أكتر ما خافت من الفقر. قالت له امشي يا ليون، احنا مش عايزين دم. بس ليون كان خلاص دخل عش الدبابير وما بقاش في قدامه رجوع. سينيسيا قررت تعمل الرهان الأخير، القتال اللي هينهي كل حاجة، وجابت لليون منافس مش بشري اسمه أتيلا. أتيلا دوت كان معروف انه سفاح الحلبة، ما بيسيبش حد يخرج من تحت ايده سليم، وكان بيتلذذ وهو بيسمع صوت كسر الضلوع بتاعة الخصم بتاعه. ليون في الليلة دي كان متراقب من الفيلق في المدرجات ومن أتيلا في الحلبة ومن همومه اللي شايلها فوق كتافه. جوه شوى قال له يا ابني، أتيلا ده مش بيلعب خناق، ده بيلعب إعدام، لو قدرت تنسحب انسحب. ليون بص له بصة كلها كبرياء وقال له أنا لو انسحبت هبقى موتت أخويا مرتين، المرة دي مفيش تراجع. ودخل ليون الحلبة وهو عارف انها ممكن تكون اخر مرة يشوف فيها الشمس، بس كان مستعد يضحي بكل حاجة عشان يثبت انه قلب الاسد. ليون دخل الحلبة والجو كان مشحون بكهرباء تقطع النفس. أتيلا ما كانش مجرد مقاتل، ده كان كتلة عضلات متحركة، دبابة بشرية، وعينه فيها نظرة باردة وبتقول ان قتل البشر بالنسبة له زي شرب المية. سينيسيا كانت قاعدة في الصفوف الأولى وعمالة بتتفرج وبتبص لليون بنظرة الجزار للذبيحة، وكانت مراهنة بكل ثروتها على أتيلا بعد ما عرفت إن ليون مصاب بكسر في ضلوعه من الخناقة اللي فاتت. وأول لما الجرس ضرب أتيلا ملوش وقت، نزل في ليون ضرب غشيم، خبطات بتهد حيطان. ليون كان بيحاول يتفادى، بيتحرك بخفة زي النمر، بس الإصابة كانت مخليه بطيء. في كل خبطة بتيجي في جنبه كانت بتخليه يصرخ من جوه من غير ما يطلع صوت عشان ما يكسرش هيبته. أتيلا مسك ليون من رقبته ورماه في الهواء كأنه ريشة. ليون لزق في السور الحديد ووقع على الأرض وهو بينزف بغزارة. جوه شوية من بره كان بيصرخ قوم يا ليون ما تسيبوش يخلص عليك. بس ليون كان شايف الدنيا بتلف بيه. وفي اللحظة دي القائد بتاع الفيلق الفرنسي اللي كان قاعد وسط الجمهور شاور لرجالته وقال لهم استنوا لما يخلص عليه، وبعدها استلموا جثته. ليون وهو على الارض لمح ارملة اخوه وبنته الصغيرة داخلين القاعة بذهول. شافوا البطل بتاعهم وهو بيتهان وبيداس عليه بالرجلين. البنت الصغيرة صرخت بليون، والصرخة دي كانت هي الشرارة اللي ولعت في جسم فان دام من تاني. ليون افتكر انه مش بيحارب عشان نفسه، ده بيحارب عشان يشتري حياة لناس تانية. قام وقف ببطء ومسح الدم من على بقه وبص لقتيلة نظرة خلت الوحش نفسه يتردد للحظة. ليون بدأ يغير التكتيك، ما عادش بيدافع بقى بيهجم. استخدم سرعته الأسطورية وبدأ يضرب في ركبة أتيلا عشان يوقعه من على طوله. أتيلا حاول يضربه ببوكس وينهي الليلة، بس ليون نزل في السبليت بتاعه ومسك رجل أتيلا ولف بيه بقوة خلت العظم يطرقع. القاعة كلها سكتت مش مصدقين ان اللب الصغير دوت بيعمل كده في الغول الضخم ده. ليون قام وطار في الهواء وعمل الحركة بتاعته رجل ورا التانية ورا التالتة في وش أتيلا لحد ما الوحش فقد التوازن بتاعه وبدأ يترنح. سينيسيا وقفت وهي بتزعق في أتيلا وبتقول له قوم اقتله ضيعت فلوسي. بس ليون ملوش رجوع، مسك أتيلا من رقبته ونزل فيه ضرب بالكوع في وشه لحد ما وقع على ركبته وما بقاش قادر يرفع عينيه. في اللحظة دي الحكم كان هينهي الماتش، بس ليون بص لأتيلا اللي كان بيستسلم بعينيه بدل ما يديله الضربة القاضية اللي تموته. سابه وقام وقف. ليون اثبت للكل ان الرجولة مش في القتل، الرجولة في انك ترحم وانت قادر. الجمهور كله وقف يسقف لليون، حتى الناس اللي خسرت رهاناتها احترمت قلب الاسد. ليون كسب الماتش وكسب الفلوس اللي تأمن عيلة اخوه العمر كله، بس الفرحة ما كملتش.
غير ثواني أول ما خرج من الحلبة وهو ساند على جوشوا لقى رجالة الفيلق الفرنسي محوطينه بالرشاشات، والقائد قال له بكل برود: الرحلة خلصت يا ليون ووقت الحساب جه. ليون بص لعيلة أخوه نظرة وداع وسلم نفسه بكل هدوء، وهو عارف إن اللي عمله عمل عظيم وعمل اللي عليه وزيادة. بس هل القدر هيسيب بطل زي دوت يضيع حياته في قلب السجن؟ المشهد كان يقطع القلب. ليون محاوط بالعساكر والرشاشات متوجهة لصدره، والناس اللي كانت بتشجعه من شوية وقفت في صمت. أرملة أخوه جريت عليه وهي بتصرخ وعمالة بتقول لهم: سيبوه، ده ما عملش حاجة غير إن هو ساعدنا. البنت الصغيرة ماسكة في رجليه وهي بتبكي. بس العساكر زقوهم ببرود وخدوا ليون على عربية الترحيلات. جوشوا كان واقف بعيد وعينه مدمعة وحاسس بالعجز، وهو شايف الأسد اللي كسب الحلبة دوت بيتحط في قفص ملوش بيبان. ليون ركب العربية وبص من الشباك نظرة أخيرة على العيلة اللي ضحى بعمره عشانهم. كانوا في وشه في ريحة غريبة، كأنه بيقول لنفسه: أنا وفيت بعهد لأخويا والباقي على الله. القائد ركب جنبه وقال له بلهجة ناشفة: انت عارف عقوبة الهروب من الفيلق يا ليون؟ السجن العسكري في الصحراء ملوش رجوع، هتموت هناك وانت بتكسر في الحجارة. العربية بدأت تتحرك وفجأة القائد بص لليون اللي كان قاعد هادي ومنكسر، وبص على العيلة اللي بتجري ورا العربية وهي بتنهار. القائد ده رغم جبروته كان جوه حتة عسكري قديم بيقدر الوفاء والرجولة. سكت لحظة وبص للعساكر اللي معاه، وبعدين بص للسواق وقال له: وقف العربية هنا. السواق استغرب بس نفذ الأمر. القائد نزل من العربية وفتح الباب لليون وفك الكلبشات من ايده ببطء، وهو بيبص له في عينه قال له جملة خلت جسم ليون يقشعر: انا شفتك وانت بتحارب في الحلبة يا ريون، انت ما حاربتش زي العساكر، انت حاربت زي الراجل اللي بيحمي عرضه، والفيلق ما بيحبش يخسر رجالته. ليون تنح وما كانش مصدق، والقائد كمل كلامه وقال له: انا هبلغ انك هربت مننا وما عرفناش نمسكك، بس لو شفت وشك في اي حتة فيها ريحة الفيلق هقتلك بنفسي. اختفي يا ليون، اختفي وعيش حياتك. ليون نزل من العربية والذهول مغطي وشه. العربية مشيت وسابته في نص الطريق، وفي ثواني كانت أرملة أخوه البنت الصغيرة في حضنه. جوشوا جه بيجري وهو بيضحك وبيهيص: عملتها يا وحش، انت حر. ليون في اللحظة دي حس ان الحمل اللي على كتافه انزاح، وبص للسما وتنفس لأول مرة نفس طويل ملوش طعم الدم. سينيسيا كانت واقفة بعيد بتبص عليه بحزن، وهي شايفة فلوسها وجبروتها راحوا لحساب الغلابة، بس ليون ما اداهمش اهتمام. هو دلوقتي معاه اللي أهم من الملايين، معاه الحرية والعيلة. ليون خد العيلة ورجعوا البيت، وبالفلوس اللي كسبها من عرق جبينه قدر يأمن لهم عيشة كريمة، وفتح مدرسة صغيرة لتعليم الدفاع عن النفس عشان يربي جيل جديد بقلب أسد بس بأخلاق فرسان. الفيلم بيخلص بمشهد ليون وهو واقف قدام صورة أخوه بيسند راسه عليها وبيهمس: ارتاح يا أخويا، أمانتك في رقبة اليوم الدين. والشمس بتغرب وهو شايل البنت الصغيرة على كتافه وبيمشي في وسط الحديقة، وكأن الغابة اللي كان عايش فيها اتحولت لجنة بفضل صبره وعضلاته وقلبه اللي ما انكسرش. وسجله: انا ابو طه اللي جاب لك ملخص قلب الاسد.